استنى بقى اما نرن على الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان نشوف الدنيا. ابو السيدة الاهلي، ابو السيد الاهلي اهو. الو، سيد عبد الحفيظ بيتكلم. مين معايا؟ ايوه يا كابتن سيد، معاك الحاج سبورت. انا واقف قدام النادي الاهلي اهو، وقدام اداره التعاقدات، ومعايا حسام عبد المجيد. ايوه، عايز ايه يعني؟ انا مش فاضلك دلوقتي. وبين حسام عبد الحميد اللي معاك ده؟ عبد الحميد مين بس يا كابتن سيد؟ بقول لك حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، اللي قلت لك هتجيبه عشان يمضي للاهلي. ايوه ايوه، حسام عبد المجيد. مش ده بتاع الجونين اللي جبناهم في الزمالك واللي ضيع ضربة الجزاء في ماتش القمة؟ ايوه هو يا ابو الكباتن بشحمه ولحمه. يلا بقى اطلع لنا كده بالعقود علشان نمضيه وكل واحد يشوف مصلحته. لا، ما خلاص بقى، احنا صرفنا النظر عن الموضوع ده، وهنجيب محمد عبد المنعم من فرنسا. احمس يا كابتن سيد، عبد المنعم مين والناس نايمين؟ ده انا اقلع لكم ملطه هنا قدام الاهلي. ده انا خربتها على الزمالك علشان انتوا تفوزوا. حد قال لك يا ابني خربها؟ بقول لك ايه، خد الراجل اللي معاك ده وامشوا بدل ما اجيب لكم بتوع الامن قدام النادي. عليا الطلاق، ما انا ماشي من هنا. هي جت عليا؟ اشمعنى يعني امام عاشور وبن شرقي وزيزو؟ هم اجدع مني يعني؟ يا كابتن سيد يا كابتن سيد، اهو قفل السكه في وشنا. ماشي يا كابتن سيد ماشي. وانت خلاص بقى يا عم حسام، مفيش فايده منه الكلام ده. يلا نمشي، وبكره الصبح هخليك تروح تلعب في بيراميدز.